بالمناسبة، مصر كانت بتتفاوض أهم حاجة على دخول المساعدات. النهارده حماس لسه لغاية دلوقتي بتتفاوض. أنا عايز مروان البرغوثي، أصل أنا عايزة مش عارف سعادات. يا عم أنت، يا عم الناس عايزة تاكل، يا عم الناس مش عايزة حرب، يا عم الناس مش عارفة تعيش. كل اللي هاممهم القيادات بتاعتهم اللي في السجون، وكل اللي هامم مصر المساعدات وإعادة الإعمار. النهارده مصر مدخلة جرافاتها ولوادرها وبتعمل مخيمات للفلسطينيين من بدري، مهندسين و ومدنيين شغالين في الإغاثة. النهارده مصر بتوفر 100 شاحنة للناس اللي هيرجعوا من جنوب القطاع لشمال القطاع. النهارده مصر بتعمل كل حاجة عشان القضية. ده هيضايق مين إلا إذا كان حد متآمر وحد مش كويس؟ عشان ما تتعبوش نفسكم وتبقوا حاقدين قوي على مصر كده كدول عربية بقى من الآخر يعني. ما تقارنوش نفسكم بمصر. الضعيف دايما بيتضايق من القوي، لكن القوي بيحترم القوي اللي زيه. شفت ترامب بعد ما كان بيقول هنهجر الناس للأردن ومصر؟ النهارده فين ترامب؟ النهارده ترامب في مصر، النهارده ترامب جاي مصر. هي دي القوة، هي مصر قوية. عشان كده في حقد على مصر. مصر دفعت ايه؟ مصر دفعت 5 تريليون دولار لترامب عشان يجي؟ لا. مصر دفعت قوتها، ومصر دفعت ثقلها السياسي والإقليمي والعسكري طبعا يعني. هو كده، هو القوي بيروح للقوي، القوي بيحترم القوي، والضعيف دايما بيحقد على القوي، والمتآمر دايما بيحقد على القوي. انا يعني ليه؟ انت خلي بالك قطر النهارده كان ممكن ميبقاش ليها اي دور. مصر قعدتك وجابتك انت ليه بتشيل اسم مصر من تهنئة ماكرون؟ طب ما هو فرنسا هتبقى موجودة، وألمانيا موجودة، وأندونيسيا موجودة، وباكستان موجودة، ودول أوروبية كتير موجودة، وأنت هتبقى موجود طبعا غصب عنك. بس لما بتقابل حبيبك، أنت كممثل قطر، لما بتقابل حبيبك ممثل اليهود، ممثل إسرائيل هنا في مصر، بتاخده بالحضن. اللي هو لسه ضربك بالمناسبة يعني، بتاخده بالحضن.